لم تتعلم الرسم، لم تدخل مدرسة، لم تطلب الإذن من أحد، ومع ذلك أدهشت بيكاسو. اسمها بايا، جزائرية يتيمة بلا شهادة، لكنها امتلكت ألواناً تصرخ. في سن 16 عرضت لوحاتها في باريس، لا في سوق ولا في زاوية منسية، بل في أشهر قاعة فنية، جاليري مايت. قال عنها أندري بريتون: سريالية دون أن تدري. وبيكاسو صمت، نظر ثم قلد. نساؤها شامخات واقفات، عيونهن مفتوحة، لا يبكين، لا يطبخن، بل يرقصن، يسدن، ولا يطلبن شيئا. رسمت بايا عالما بلا رجال، لا لأنها تكرههم، بل لأنها لا تحتاجهم. لم تغادر الجزائر في قلبها، رفضت الموضة ورفضت الشهرة السهلة، ولم تخن ألوانها ولا حريتها. لم ترسم لتعجب أحدا، بل لترى نفسها. وفي كل لوحة صرخت بما لم تجرؤ الجزائر على سماعه: أنا أيضا قوة. بايا، الجزائرية التي لا تروض.